ومن أعظم الشخصيات الإسلامية والمصرية التي ظهرت في القرن التاسع عشر. أكاد أقول أنه لا ينافسه في هذه الميزة أحد على مدى القرن التاسع عشر. راجل نجح في بناء دولة كبيرة وجيش كبير وقادر على الفعل، ونفذ سياسات ضخمة جدا وباقي أثرها إلى اليوم. من بنى الجيش الحديث في مصر؟ هنبتدي من محمد علي. من بنى الإدارة الحديثة المدنية في مصر؟ عند محمد علي. من بنى النظام الزراعي اللي يعتمد على الري الدائم؟ هيبتدي محمد علي. كل ده محمد علي. محمد علي كان مضطرا أن يؤسس جيشا من المصريين، جيشا من الفلاحين. هو حاول من قبل، أولا كان يدرك أنه لن يعتمد على المماليك، حاول أنه يعتمد على الألبان وما تمكنش، حاول أنه يعتمد على السودانيين ولم يحتملوا النظام العسكري، فلم يكن أمامه مفر من تجنيد المصريين. أصدر أوامر لمشايخ وعمد القرى أن جهزوا لي الشباب القادرين على حمل الجندية صحاح الجسد ما بين عمر كذا وكذا، وقولوا لهم أنهم سيذهبون إلى معسكرات يعدوها الباشا لتدريبهم. عشان يعمل عساكر يمر على الغيطان، الكاشف يمر على الغيطان. التعليمات اللي عنده ايه؟ بقول له اذا لقيت حد في الغيط نايم على راس الغيط اساله عندك زراعه؟ فاذا قال لك عندي زراعه كذا كذا سيبه، ما عندوش هاته. أصدر قرار سنة 1822 بالتجنيد الإجباري، تجنيد أبناء الفلاحين في الجيش لفترة معينة يتدربون فيها ويتقاضون مواد تموينية وملابس وأغذية إلى آخره ويخوضون الحروب. تجند الفلاحين سنة 1821-22. سنة 23 إقليم المنوفية كله صار في ثورة كبيرة جدا ضد إدارة الباشا، وقبليها بشهور كل الصعيد من قنا لأسوان هب في ثورة عارمة، واللي أخمد الثورة هو محمد علي بنفسه، أما دخل ب6 مدافع ميدان وقدر يقمع الثورة. فالمخاطرة ما كانتش مخاطرة بسيطة، إنما نجح فيها وكسب الرهان. وأما كسرت شوكة الصعايدة في الصعيد والفلاحين في المنوفية دانت له مصر. معظم الخلق كانوا بيكرهوا هذه العملية على الدوام لأي سبب. إيه اللي هيخليه يروح في آخر الدنيا ويحبسوه وما يطلع ما يرجعش من البتاع ويجندوه ويلبس البتاع قميص وبنطلون؟ إيه اللي هنلبسه وكنا لابسين جلابية ومبسوطين؟ عشان كده كان كلمة التجنيد الإجباري. هتاخد ولد من حضن أسرته. حاجة التانية انه خصوصا الفلاح محتاج اولاده عشان الزراعه. الامر اللي انعكس في شكل سياسه مقاومه للتجنيد خدت اشكال دراميه، اهمها وابشعها هو توقيع عاهات جسديه مستديمه على انفسهم. اهمها كان قطع السبابه او وضع سم فران في العين لتوقيع حالات عمى مؤقت عشان يتشاركوا ويطلعوا من الجيش. وكان في حالات الأهالي هم والأمهات اللي كانت بتساعد أولادها في توقيع هذه العاهات بأنفسهم. فلما وصلت المعلومة محمد علي كان بيعتقل هؤلاء السيدات علشان يربيهم ويأدبهم. عمل قرطة اسمها قرطة المعوقين، خدهم وهم الأعمى وبتاع لهم هتحاربوا برضه.
فبطلوا يعملوا كده هوت في هذه العمليه. ما كانش فيها رحمه الحكايه، ما كانش فيها رحمه ابدا. أحيانا التقدم يحتاج إلى نوع من القصر، ولا يترك لإرادات الناس خصوصا في سياق متخلف، ولكن هناك اعتراضات شديدة على القسوة المبالغ فيها التي تعامل فيها محمد علي مع أهل الريف في التجنيد بالذات. بالرغم من كل السمعة السيئة اللي عندنا عن الدولة العثمانية، إنما الدولة العثمانية استمرت 600 سنة، وأكيد مفيش أي نظام ممكن يستمر لمدة 600 سنة بالقهر والقمع بس. الدولة العثمانية استمرت 600 سنة لأن كان في سيم بينها وبين رعاياها. إحنا بنحميكوا في نظير حاجات معينة، جباية ضرايب وفي حاجات معينة، إنما ما حصلش أبدا القهر في رأيي اللي عمله نظام محمد علي. هذا التغلغل الفظيع في الحياة الخاصة للعائلات وللأسر وللأفراد، واحتكار حياة البني آدم. كانت هناك مقاومة جماعية لسياسات محمد علي القسرية، يعني الناس لم تتقبلها قبولا حسنا، وكانت في محاولات للهروب من التجنيد الإجباري، وبالتالي يمكن القول أنه كان مضطرا بشكل أو بآخر إلى زحزحة كتل التخلف الموجودة في المجتمع ببناء جيش عصري. في نفس الوقت لم يستطع أن يحقق ذلك بطريقة إنسانية وعصرية. ايام محمد علي ما كانش فيه حاجات من دي خالص، لا تلفزيون ولا جرايد ولا تليفون ولا راديو ولا حد بيسمع، كل الناس عايشه في القريه بتاعتها، بعدين يجي حد يروح واخدهم من القريه دي كانه هيختفي. كان فيه قصور اعلامي لان ما فيش وسائل للاعلام، فده الناس كانت بتخاف اكتر. وما بيخش بقى بيدربوه بطريقه معينه نفسيه انه ازاي ان هذا الموقع اللي هو فيه ده اسمى موقع، وان الحاكم نفسه ابتدى زيك عسكري، بحيث ان هو في الاخر خالص بيقتنع ان هذا العمل اللي بعمله هيؤدي بيه ان انا برضي الله وبرضي الدين. يحاول يوجد لها تأصيل ديني، واللي بتعكس تحول في مفهوم السلطة بعد سنوات طويلة، مئات السنين من حرص الحاكم على إبعاد المصريين عن حمل السلاح، بيتجه الحاكم لاستخدام الدين لحض المصريين على حمل السلاح. محمد علي بعد ما انتهت بقى حروب الثورة الفرنسية وناس من الضباط الفرنسيين بقى وحيلوا الى الاستداع، جه واحد منهم اللي هو الكولونيل سيف ده وقال له ايه، اعمل لنا الجيش. برضه هو خايف من ايه، من حكاية المصريين، ويعمل الجيش واحد برضه ايه افرنجي، فخلاه يدرب العساكر الجدد دولت فين؟ في اسوان. والمدهش بقى ايه، الضباط اللي كان بيدربهم منين؟ المماليك بتوعه هو. وطلب من الرجال الدولة اللي زيه اللي هم كانوا معاه، كل واحد عنده مماليك بتوعه، قال لهم ايه، كل واحد يجيب شوية مماليك. عمل 1000 مملوك، 500 من عنده و500 من الآخرين، دولة الضباط. طب ما للمصريين ايه؟ عساكر. ما دي نقطة مهمة، ما أنا جاي وافد، أنا غير مطمئن إن أنا أدرب المصريين على العسكرية وأديله السلاح فهو يحرك السلاح ضدي، فيبقى لا خليهم عساكر وقيادتهم بتوعنا احنا. يذكر له مهما كان جند المصريين في الجيش وعلى غير رغبة المصريين، إنما كان يتعين أن يجند المصريين في الجيش حتى على غير رغبتهم، حتى يعتادوا على هذا العمل العسكري. التدريبات بتاعة الجيش نفسها رفعت من مستوى الخلق، مستوى الناس اللي هم دخلهم في الجيش عنده كانت رفع مستواهم، حتى في ناس من الجيش كانوا بيسافروا على الحدود فيعرف مصر فين ودي فين والناس دي عايشه ايه وكذا، فيتعلموا شويه. وبعديها عايز يكرموا ضروري، فيقولوا اكلوهم ارزا مفلفلا ولحما محمرا 3 مرات في الاسبوع. يبعت لهم يقول لهم ضروري ياكلوا رز مفلفل ولحمه محمره 3 مرات في الاسبوع. الفلاح عندنا ما كانش بياكل اياميها اللحمه الا في المواسم الدينيه. والناس يخرجوا العساكر دول لابسين بقى لبس نظيف ومحترم وينزلوا القرى، فلما ينزلوا القرى عند اهاليهم اللي زيهم بيشوفوهم فلاقوا واحد بقى نظيف ويحكي لهم بقى بناكل مش عارف ايه وبنعمل ايه، فبدات الجنديه محبوبه بينما كانت في الاول صعبه.
واصبحت بالتدريج الجنديه بقت شرف. بقى في مؤسسات بتسعى لشعور المصريين بانتمائهم لهذا الوطن. ان لما يبقى في فرق عسكريه في الجيش ففي حاجه اسمها علم ونشيد للعلم. ننظم جندنا نظما عجيبا يعجز الفهم، بأسد ترعب الخصم، فمن يقوى يناضلنا. رجال ما لها عدد، كمال نظامها العدد، حلاها الدرع والزرد، سنان الرمح عاملنا.